مش هتصدق لو قلت لك ان الطفاشه هي اللي فتحت بوابه مصر في حرب اكتوبر. شهر اكتوبر هو شهر العزه والكرامه، نفتكر في انتصار جيشنا العظيم في 73، والحرب دي كان فيها خبايا كتيره، وهنعرف النهارده مع بعض ازاي دمرنا خط بارليف بخراطيم الميه. الحكايه بتبدا مع اللواء باقي زكي يوسف اللي كان رئيس فرع المركبات بالجيش الثالث، وكان بيفكر ازاي يتغلب على ساتر الترابي ويفتح فيه ثغرات. من هنا افتكر شغله ايام السد العالي، وكان بيشوف تجريف الجبال من الرمله والتراب. وكان الاسرائيليين جايبين شركات متخصصه ودرسوا وبنوا خط بارليف وكلفوه ملايين الدولارات، وفضلوا يرفعوا منه ويزودوا عليه سنين كتيره على اساس انه هيكون حدودهم ولا يمكن اختراقه للابد. وكان الجيش المصري بيعمل عمليات ورا خطوط العدو يجمع كل المعلومات المطلوبه، والموقف اتصعب جدا لما اكد الخبراء الروس ان خط بارليف بيحتاج قنبلتين نوويتين عشان يقدروا يخترقوه. المهم كان في اجتماع مع القاده العسكريين، ولحد ما دخل اللواء يوسف ما كانش في دماغه اي حل للمعضله العسكريه دي، بس لما فهم طبيعه المانع وان اغلبه ساتر ترابي افتكر شغله في السد العالي ومضخات الميه اللي كانت بتهزم التراب في دقائق. فجت في دماغه الفكره وقال لهم انتوا بتقولوا رمله وربنا ادانا الحل قدام المشكله وتحت رجلينا وهو الميه، وفي الحاله دي الميه هتكون اقوى من المفرقعات والالغام والصواريخ واوفر واسرع. قلت له يا فندم انا سمعت الشرح ولخصته، كثبان رمليه طبيعيه، ناتج حفر، ناتج تطهير، ناتج توسيع، وهم حطوا فيه كذا وكذا 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 وكذا، وبعدين حطوا وراه كذا وكذا وكذا. قلت له طب سبحان الله سمح بالمشكله وحط حلها تحتيه. وبيحكي اللواء يوسف بعد كده انه كان في صمت في القاعه ومحدش نطق بعد ما قال فكرته، لدرجه انه فكر انه خرف. بس بعد الاجتماع اتعرضت الفكره على اللواء سعد زغلول عبد الكريم، وبعد ما سمعها من اللواء باقي، ورغم ان وقتها كان ضابط صغير الا ان اللواء احترمها وقدرها جدا وخبط بايده على المكتب وقال هي ما تجيش الا كده. وبعدها اتعرضت الفكره على الرئيس جمال عبد الناصر واتنقلت لاداره المهندسين عشان يبداوا يدرسوها من كل الجوانب، وجربوا اكتر من نوع مضخات وعملوا تجارب علميه وميدانيه زادت عن 300 تجربه، وقدروا يعملوا ثغر في ساتر ترابي اتعمل مخصوص عشان يحاكي الموجود على الضفه الشرقيه للقناه. نجحت فكره اللواء باقي زكي يوسف وقدروا يشيلوا 10 مليون متر مكعب، ومع بدايه ساعه الصفر الساعه 2 الظهر يوم 6 اكتوبر 1973 بدات المدفعيه المصريه أضخم تمهيد نيراني في تاريخها، وبدأوا في اقتحام مانع قناة السويس، وبدأوا المهندسين العسكريين في تنفيذ أخطر مهمة قتالية عشان يفتحوا ثغرات في الساتر الترابي، وتتمكن 5 فرق مشاة بكل معداتها من عبور قناة السويس، ويرتفع العلم المصري شرق القناة، ويتحقق النصر التاريخي. أثبت مهندسين العسكريين تفوق 3 ساعات مصرية على جهود 6 سنوات إسرائيلية، وبدأت مع نكسة يونيو 67 وانهارت بالمية في أكتوبر 73. وبكده سلاح المهندسين بفضل فكرة اللواء باقي في تنفيذ الثغرة الأولى في ظرف 3 ساعات. وهنا بيقول البطل في مقابلة بعد كده إن إحنا دخلنا الحرب الساعة 2، على الساعة 6 كان مفتوح أول ثغرة، على 10 بالليل كان مفتوح 60 ثغرة من بورسعيد للسويس. استحق اللواء باقي زكي يوسف نوط الجمهورية العسكري سنة 74 ووسام الجمهورية سنة 84، وحكت مراته عنه إنه كان إنسان ما تلوثش من الارض، كان ممتاز وكان عايز ارضنا باي شكل، دي كانت مشكله حياته. ولما طلب اللواء يوسف تسجيل الفكره باسمه لحفظ حقوقه المعنويه، اتصل بيه اللواء سعد زغلول عبد الكريم وقال له انا النهارده بمضي امضاء من اشرف امضاءاتي العسكريه، انت يا يوسف اديتنا الطفاشه اللي فتحنا بيها بوابه مصر.